سقط الملك عن عرشه، سقط الريال عن عرش أوروبا. دعوات البرشلونية، آمال كل جماهير أوروبا حققها بيب جوارديولا بالعقلية الرائعة جدا بإدارته المباراة الفنية الممتازة جدا جدا جدا. مانشستر سيتي قد ما حكيت عنه اليوم ما بعطيه حقه أبدا. تكتيك، أداء، نزاهة، إخلاص، محبة، تفاني، عفاف وخبث كروي كان موجود. ريال مدريد اليوم ما قدم ولا شيء. أربعة في يوم الأربعة. ريال مدريد اليوم ما كان أبدا الريال تبع أوروبا، كان الريال الدوري، كان الريال المنهزم يلي ما له قدران يلاقي الحلول. كان بسبب انه جوارديولا عرف يحضر المباراة صح، واللاعبين كانوا مركزين تماما مع كل لاعب من ريال مدريد، فأدت النتيجة ل 4-0، فأدت إلى تأهل السيتي إلى نهائي الأبطال. فلايك لمانشستر سيتي ولايك إلي لو سمحت. يعني أنا معقول كل هذا ما تحط لي لايك؟ حط لي لايك يا عمو. طب كرمال جوارديولا لايك واشتراك تفعيل جرس التنبيهات. ويلا ننطلق على الحلقة. انطلق. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. طبعا بالبداية وأول ربع ساعة كانت مانشستراوية 100%. هذا الشيء كان متوقع. ضغط لمانشستر سيتي، مسك للكرة بشكل ممتاز ورائع، حرموا ريال مدريد من الطابة بطريقة رائعة جدا. التمركز تبع اللاعبين صح، التحكم بالرتم كان رائع جدا. كان عندهم تغيير جهة اللعب بلمسة واحدة أو تغيير جهة اللعب بسرعة. بالذهاب كانوا أبطأ شوي، بتحس لعيبة الريال قارئين شو بده يعمل لاعب السيتي. اما هلا لا ابدا، كان شيء مختلف تماما. طبعا ببدايه المباراه اكيد كان السيتي واضح بده يسجل من اول الدقائق، بده هو يفتتح التسجيل حتى يمضي بالمباراه مثل ما هو بده. انه الريال لو كان هو اللي مسجل اول شيء كان رح يحط حاله بموقف انه الريال هو اللي رح يتحكم بالمباراه، خوض على مرتدات. فالسيتي كان واضح من الاول بدي سجل، بدي اسحق ريال مدريد من الاول. رأسيتين من هالاند وتصديين خرافيين من تيبو كورتوا. كورتوا اليوم بصراحة رغم النتيجة الرباعية طبعا في يوم الأربعاء، قام طابتين رأسيتين من إيرلينغ هالاند، ولولا كانت ممكن تكون نتيجة 7-0 عادي جدا. طبعا هي الفرصتين كانت بأول 21 دقيقة. وريال مدريد يستقبل الهدف الأول عن طريق برناردو سيلفا بعد تمريرة بينية خرافية. بس الغلط الكبير بلعيبة ريال مدريد إنه توني كروس وكامافينجا ومودريتش كانوا كلهم مميلين عن اليمين، فبرناردو سيلفا بسرعة مباشرة وشاف المساحة فاضية مباشرة ركض عليها، فخلق له مساحه، فرد بكورتوا والجول قدامه 7 امتار. حط الجول يا برناردو سيلفا. ريال مدريد بلش بالدقيقه 30 يضغط، بلش هلا يدخل بجو المباراه، ولكن دخوله اصلا ما كان واضح. يعني اوكي هو حاول يمسك طابه بس للاسف ما كان في خطوره ابدا. وولكر كان مسكر على فينيسيوس بشكل جدا ملفت. وولكر حط فينيسيوس بجيبته، واكانجي خفى رودريجو تماما. ثلاثي الدفاع اخفى ثلاثي هجوم ريال مدريد تماما. ريال مدريد مسك الطابه لمده دقيقتين، والسيتي عاد استحواذه المرعب واستحواذه الرهيب وضغطه العالي الملفت. تحركات لاعبين كانت كثير مميزه. لما اكانجي ينطلق على اليسار يضم معه جوندوغان وجريليتش، فكانوا يعملوا سويتشات بين بعضهم، فهذا الشيء شتت لعيبه ريال مدريد تماما. صار ريال مدريد فاتوا بالحد، صاروا معي يا شباب انت لاعب هاد انت هون، لا ما فاتوا بالحد. واللي زاد الطين بله اكثر واللي خلى مانشستر سيتي ويهدد اكثر من طابه هو ببساطه عدم وجود لاعب ارتكاز. مباراه الذهاب مرقت لانه ببساطه السيتي كان بيطلع باقل خسائر، مو مطالب بالفوز، ولانه عم بيلعب بارضه مع سرعه لاعيبه السيتي بتناقل الكره وبالجري ورا المساحات. وهذا الشيء فرجاك انه يا لطيف شو في مساحات بدفاع ريال مدريد وبوسطه ايضا. والدقيقه 37 هدف ثاني من برناردو سيلفا. بس تعليق واحد، كروس وفالفيردي ليش تركتوا برناردو سيلفا؟ وحتى مودريتش لما كان بده يلحق يرجع كان برناردو سيلفا اخذ الموقف، تصفن بالطابه. سأستمر بتسديدة الساحقة حتى نتمكن من كسر دفاع الفرح، وبالتالي لن يفوز إلا فريق. 2-0 37 دقيقة مستحقة لمانشستر سيتي، وريال مدريد ما بين أبدا أبدا أبدا. الشوط الثاني، هذا الشوط بيأكد لك إنه جوارديولا اختلف تماما بعقليته. جوارديولا أخطاء الماضي عم يتعلم منها، والحاضر هو تصحيح لأخطاء الأمس. جوارديولا لو على أيام زمان كان تم استحوذ، تم عم يهدد ويسدد وبده يسجل هدف الثالث والرابع، هلا شو عمل؟
تراجع للخلف، قال لك انا متقدم بنتيجه 2-0، رح اعتمد على المرتدات لانه ريال مدريد رح يتقدم كثير للامام ورح يترك وراه مساحات، وريال مدريد اصلا هو المطالب بالتسجيل، انا ماني مطالب. وريال مدريد خطأه كان انه عم يعتمد على الطابات الطويله والطابات العرضيه اللي ما منها فائده. روبن دياج واكانجي وحتى وولكر عمالقه، المطالب بالتسجيل بالطابات الراسيه هو بنزيما، وبنزيما كان عليه رقابه من روبن دياج. وبعد ما عجز ريال مدريد من تسجيل الهدف خلاص صار انشيلوتي مطالب انه يبدل، فخرج مودريتش ونزل روديجر على امل انه يتسكر دفاعه شوي اكثر وينزل الابا كظهير ايسر، انه على اساس انه يلا بدنا نحاول نهجم نسجل جول نعمل فما حاجه، بس ما في فما حاجه يا زلمه. وبالمقابل مانشستر سيتي تم محافظ على تشكيلته لانه جوارديولا كان عرفان انه اي هدف لريال مدريد اكيد 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 مباشره غالبا رح يجي الهدف الثاني، لانه ريال مدريد رح ترجع له الحيويه، رح يرجع له النشاط، رح يقول يلا يا شباب باقي لنا جول وحنسجل. فمانشستر سيتي كان عم يقول لا نستنى بالتبديلات. السنه الماضيه جوارديولا يلي بيتذكر انه لما بدل دي بروين ومحرز رجعت الريمونتادا، فشو عمل هو؟ تم مستني ومترقب الى ان جاء الهدف الثالث من ميليتاو بعد طابع عرضيه، وكارفاخال الله يعطيه العافيه طبعا كاسر التسلل يعني. علاوي حبيب قلبي ابو حسين انا خادمكم الصغير. كارفاخال اليوم كان سيء جدا جدا، اسوء من مباراه الذهاب. إيريتش كان متمزمز عليه، رايح جاي عم يسحبه. قلوب الدفاع مقدمين كله على الخط نفسه الا كارفاخال، رفع ايده حكم تسلل اكيد ما مستحيل. وين مخك عمو؟ وين مخك؟ هون جوارديولا خلاص عرف انه المباراه انتهت، فبلش ينزل محرز، بلش ينزل فودين، خلاص انهى المباراه. بس لك شغله، كورتوا كان حالف بالله، شوف انه كل اللعيبه تسجل الا هالاند مستحيل خليه يسجل على جثتي، ان شاء الله بسجل علي إيدرسون بس ما بخلي هالاند يعلم علي. والله كنت عارفان لما نزل الفاريز انه رح يحط الرابع، يا ريالي كنتوا اكلتوا 7. جوارديولا يعني تحية سلام، صفق يا مدريدي، بعرف انك خسران بس صفق، لانه جوارديولا بصراحة قدم مباراة استثنائية بالتكتيك. لعيبة السيتي كانوا كلياتهم فورمة، بالمقابل لعيبة الريال كانوا سيئين جدا. والشيء اللي بيأكد لك انه ريال مدريد فريق افراد وليس فريق منظومة، انه مودريتش وبنزيما كانوا غايبين فالريال غاب معهم. فينيسيوس ما عمل مهارة واحدة صحيحة، ما شفته مرق. وفي شغلة مهمة على فكرة حتى بلاعيبة السيتي وجوارديولا اكتسبها وتعلمها من الفرق الدفاعية. فينيسيوس اي ركضه كان يعملوا عليه فاول، واي لاعب من لعيبه الريال لما لاقوه انطلق مباشره يشدوا من كنسته خلص فاول مباشره. هذا الشيء ادى انه لعيبه الريال صارت ما عاد تقدر تنطلق، لانه بتعرف رح تصير في فاولات، فصاروا يعني نوعا ما يخافوا على حالهم. زائد انه الهجمات صارت عم تتكسر والرتم صار عم يصير ابطا. طبعا هي ابرز التفاصيل، يعني صراحه السيتي يستحق التاهل. الأربعة توجع يا ريال، الأربعة توجع ايش هذا؟ اوكي خسار بس مو 4. بعد الثالث فرط الريال خالص، صاروا بيهجموا يلا، وانشيلوتي صار ينزل لي اسينسيو وفاسكيز وتشاوميني ويلا روحوا. الخطه الانتحاريه يعني ريال مدريد طول هالموسم يعطيكم العافيه، جبتوا كاس الملك، تاهلتوا نص نهائي الابطال، خلاص يعطيكم العافيه. يعني على التذبذب يلي كان فيه يعطيكم العافيه. هنا اصل الى نهايه حلقتي، لا تنساني من دعمك ولايكك واشتراكك. السلام عليكم ورحمه الله، كان معك الدمنتيك، سلام. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time.